السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتر القيل والقال على عيد الأضحى والغلاء وما إلى ذلك. اليوم إن شاء الله بغينا نتكلموا على هذه القضية ديال الغلاء. عرفوا السبب اللي ولا مؤخرا تيخلي الكبش يكون غالي. الحولي مؤخرا ولينا تنشوفوا غالي لأنه داكشي اللي كان كيتشرى شحال هادي بداك الثمن ديال 3000 2500 2800 ولا دابا ديال 5500 5000 3000 درهم. كتهضر على واحد 45 حتى ل 50% اللي تزادت غير من 2019 لدابا، يعني واحد كنهضروا على واحد 5 سنين. دابا ترفعت الاثمنه لواحد الدرجه ما كتصورش، لدرجه ان الانسان ما بقاش قادر يشري الحولي، ولا كيوصل العيد ديال الاضحى كيبقى يخمم. واحد السيد قال لك اودي راه ما غاليش، راه نتوما اللي ما خدامينش، يعني نتوما اللي ما باغيش تخدموا ما باغيش تشريو الحولي. غادي نرياكطيو على الفيديو ديالو وغادي نمشيو نشوفوا شحال باش تيتقام هذا الحولي هذا، ولا نديروا واحد القضيه نشوفوا الحولي بشحال كيتقام هو الاول، عاد نرجعوا نرياكطيو على هذاك اللي قال لك اودي نتوما راكم ما خدامينش. اما الحولي راه ما غاليش. واخا غادي نسمعوا لواحد الفلاح شنو غادي يقول. الصباح كنفيقوا خويا كنبدلوا الماء البهيم هو الاول، كنشطبوا لهم المجاور وكنخلطوا العلف كنديروا النخاله الشمندر الذره الشعير الخرطال الفصه، هادشي اللي كاين. وكنعاو ملي كياكلوا دابا في وقيته ديال الجوج كنزيدوهم فراج، وفي العشيه كنعطيهم فصه. خويا درت واحد العمليه حسابيه كياكل تقريبا 15 درهم. اييه 15 درهم اللي تياكل بين علف وبين فراج وفصه كتقام تقريبا ب 15 درهم. غير هو باش نهضروا على واحد المساله انتبهوا ليها، راه العلف راه ماشي نقولوا حنا رايحين تناود الباديه وسولت الاب ديالي. العلف راه ماشي كيبقى يعلف العام كامل ولا داك العام ولا عام ونص كله هو تيعلف، راه تيعلفوا غير 3 شهور ولا 4 شهور الاخرى. مثلا كتبقى للعيد 3 شهور عاد كيبدا يعلف، اما في الاول راه ما كيكونش تيعلف، ما تياكلش ديك 15 درهم من الاول. راه كتعطيه بعدا واحد الايامات فاش كيكون باقي كيرضع، راه كتعاونوا بالتبان كتعاونوا بالفصه كتعاون هذا حتى كيقرب العيد الكبير اللي غادي تبيع فيه انت. يعني كيبداو يعلفوا تقريبا هما في شعبان كيبدا العلف، ولا قبل من شعبان في رجب تيبداو يعلفوا. كاين اللي كيبدا يعلف حتى لشعبان وكيبيع حتى الاخر ديال ذو القعده. يعني المهم هما كيلعبوا على 3 شهور 4 شهور، ما بين 3 شهور 3 شهور ونص 4 شهور، راه ما تيعلفش ديما. انا صورت واحد الفيديو في الدار ديالنا، صورت له واحد الخروف شراه الوالد ديالي ب 3300 درهم، باش ما نكذبش 3270، يعني 3300 درهم قل 30 درهم بالضبط. انا غادي نوري لكم، صورته في الكوري عندنا في البلاد، كنت في العروبيه وصورته باش تعرفوا. وكاين واحد اخر معاه عندنا كبير، سولت الوالد ديالي قال لي تقريبا 4300 درهم. هو الفيديو هذا دليل قاطع. هذا الخروف هذا اللي تشوفوا فيه قدامكم مشري ب 3270. واللي غيكبر من العيد غنعلفهم الصباح خلو غنعلفهم درك ثاني وليت نعلفهم الصباح درك قول انا في السوق شحال. دابا انا سولته على هذا الكبير قلت له شحال، قال لي 4300. هذا درك على السوق اللي شريت انا 86 والله على السوق اللي مشيت 4300. قال لي على حساب داك الشيء اللي شاف هو في السوق عندنا في البلاد، قال لي على حساب داك الشيء اللي شفت في السوق هذا الكبير هذا اللي حداه 4300 ولتحت، يعني 4300 4200 وانت هابط تجي 4000، يعني ما بين 4000 حتى 4300، ما فيتش 4300. اجي دابا ندير واحد العمليه حسابيه عاد ندوزو نرياكطيو على الفيديو ديال خونا في الله. واخا انا سولت الوالد ديالي قلت له فاش تيكون باقي ما وصلش المرحله ديال العلف شحال تياكل في النهار؟ قال لك تياكل تقريبا 5 دراهم في النهار. حنا غادي ندير واحد التقييم ديال 6 دراهم في النهار، وغادي نحسبوا الواحد ديال 9 شهور، لان هذاك اللي شراه هو 3270 ولا نديروا حنا 3300 في عمره 9 شهور. حنا غادي نديروا هذاك هو الباريم ديالنا. مثلا عنده 6 شهور غادي ياكل فيها 6 دراهم، غنديروا 6 في 30 بغات تعطينا 180 درهم. هاد 180 درهم غنضربوها في 6 شهور هي 1080 درهم. هاد 1080 درهم ديال هذيك 6 شهور الاولى اللي كيكون ما تيعلف ما حتى شي حاجه، غادي نوصلوا ديال 3 شهور الاخر اللي غادي يعلفوا فيها، اللي غيولي ياكل فيها 15 درهم. حيت انا سولت الوالد ديالي قلت له راه واحد الفلاح تيقول بان تياكل تقريبا 15 درهم، قال لي هذاك هو الحساب 15 درهم اللي تياكل حاليا مع هاد الغلا اللي كاين حاليا ديال العلف. حنا غادي نديروا 15
في 30 بغات تعطينا 450 درهم. غادي نضربوها في 3 وغادي نزيدو على 1080. 1080 هي 2430. 2430 ناقص 3270، 840 درهم اللي شايطه. يعني هاد السيد هذا الا مشى حتى كان هذاك الحولي ديالو تزاد عنده وبرك عنده 9 شهور وباعه ب 3300 درهم، كتبقى ليه فيه 840، قول 850 درهم مده ديال 6 شهور، كيربح فيه 850 درهم مده ديال 9 شهور عفوا. يعني 9 شهور هو جالس عنده، يلاه تيخلي لي 840 درهم. الا قسمنا على 9 كتعطيك 93 درهم في النهار. ارى ليا دابا نشوفوا ونقارنوا داكشي اللي غادي يقول داك خونا، واش هذوك الخرفان الثمن اللي تيقول فيهم واش هو بحال هذا اللي شفنا حنا ديال 3300 درهم. بشحال هذا دابا؟ هادو دابا كنبيعوهم ب 34 33 ونص 35 ورجع ل 33 باش كنبيعوهم. ما بين هادو دابا عطاونا فيهم 34. دابا هذا تيقول لك السيدي عطاوه 34 في هذا، وتخيل دابا هذا ب 34 غتشدو انت وغادي تجلسوا عندك مثلا تجلسوا عندك 9 شهور. الا جلستي 9 شهور وانت واخده ب 34، يعني ب 1700 درهم، وغادي تزيد عليها هذيك 1700 درهم. شحال قلنا قبيله؟ هذيك 1700 اللي قال هو غتزيد عليها 1350 ديال العلف ديال هذيك 3 شهور، وغتزيد على 1080 ديال هذيك الماكله، هي 4130. يعني هذا الا برك عندك 9 شهور، يعني هذا الا برك عندك 9 شهور خصك تبيعه ب 5000 درهم ولا 4500 درهم، وهذا في نظرك 9 شهور قداش غادي يولي؟ يعني هذاك الكبير اللي وريتكم دابا على حساب اللي كيقول هذا الشيء، هذا اللي كيقول هذا السيد هذا راه غادي تبيعه بواحد 4500 درهم ولا 4700 درهم. ومن الاول جي غالي، وشكون اللي مغلي دابا؟ هذا راه غير بيع وشري، هذا راه شرا من عند الكساب باغي يربح فيه. اذا هذيك ديال نشري من عندك ونبيع لهذا وهذا، واحد كيبيع لواحد، هذيك السلسله هي اللي كتخلي الحول يطلع. كما تيقولوا لك الناس دابا، الناس المغاربه تيقول لك راه الشناقه هما اللي مغلي الحولي، راه ماشي الحولي غالي عند الفلاح، الفلاح راه عنده الحولي رخيص. ولكن راه ماركه هات شتي ماركه فيليبس صغار زوين. ماركه. وقت اللي طالع تساعي اقتصاد جاب الدوره صافي خاص والوقت اللي لعبت دابا دابا لا بغيتي هاد الخروه لا بغيتي توكلي دابا من العيد شحال غادي يطلع لك؟ راه غادي شريتي مثلا ب 34 غتوكلي 2000 درهم اخرى. كاين يوصل يطلع لك ب 74 ودون ضيعه ودون كل شيء. خاصك تبيع من فوق 80 الا بغيتي تربح 80 وقول بها بالاخر ان شاء الله. والسيد كيتشكى بحولي من العام ب 5000 درهم، هو عنده 5 تليفونات في الدار ولا 6، نديروا لي ماسهم 1000 درهم، وشحال كيشارجيهم، وكل مره كيخسروا ومره يتبدلوا في العام، ما غاديش يقدوه في العام. وكيدوي على حولي في سنه مؤكده غالي عليا. هي الصراحه ودي السي مول الغلم، ها كذبتي في هذه القضيه، ها بغيتي تزفطها. شكون ودي اللي عنده 5 تليفونات في الدار وما في حال واش مسكين؟ شكون؟ راك ما عارفش الواقع واقيلا. حقره كتسمى ما كتحسش بانهم كيجيوكم نتوما كحيط قصير يعني؟ كيجيو حاقرين الكسابه مساكن اللي يجي عطاوها لي كيعطيوها لي مضيم، كيعطيهم دوك الريالات ضيم منهم. ها هو دابا ب 34 من بلاصتو قابلي يعطيها المتة او قابلي حتى العام الجاي 12 شهر 12 شهر. صعيب. قابلي تعطي غير الماء وقابلي حتى العام الجاي. واش اش غدير؟ واش تمل ولا لا؟ التحاضيه ما كتصور حتى حاجه. كاين بنادم راه قالت له هنا العادي في هذه العروبيه الله يدير شي تاويل تاع الخير. كون صاب باش يبدل تقريبا. وفين غيمشي؟ هو دابا الا بغيتي تفهم العلف ولا غالي، هو اللي غلى البهيم، والشناقه تما مساهمين شويه. هذاك اللي كيبيع هاد السوق يشري هاد السوق يبيع السوق الاخر تما مساهمين شويه، ما خلاوش المستهلك منه الفلاح ديريكت. ما عندو فين يمشي. مشي يدير كارغوسه في المدينه يجريو عليه وكاو كارغوسته يقلبوه يديو ليه السليعه، فين غيمشي؟ عنده شي حانوت والو، والحانوت الاخر في كازا داير 500 مليون الاخر قد هكايا 100 مليون وما قالوش غالي. ولكن سمح لي، هذاك اللي كيشري حانوت 100 مليون راه ما كيهضرش على العيد. هذاك الناس اللي كتهضر على العيد راه كارينا بيت مع الجيران، كاري دويره ب 1000 درهم ب 1500، كاين اللي ساكنه مع نساب وكاين اللي ساكنه مع والديه. واش واحد في نظرك شاري حانوت 100 مليون باش يهضر لك انت على عيد ب 5000 درهم ولا 6000 درهم في العام؟ حتى الله يهديك.
حتى اللي عنده 100 مليون راه علم الله شنو عنده من غير ديك 100 مليون. نكونوا واقعيين واحد شويه. لا ما قالوش بغيتي بقيعه تشريها في الخلا 5000 درهم للمترو في الخلا، باقي ما يلحق ليا المبني على جيل خر. ولكن كاين واحد النقطه كيهضروا عليها دابا، كيقول لك راه كساب شوف عنده 100 نعجه وما حامدش الله، ولكن ما كيظن بان هذيك 100 نعجه راه وانت 100 نعجه شحال كيعطيها في النهار كاين، وشحال اللي مقابل السارح شحال كيعطيه، وهذه 100 نعجه لما تهلاش فيها تموت كامله. يعني سلعه الماء في الماء لما تهلاش فيها وعطاها الفلوس صحيحه ما يشد فيها لا ربح لا راس المال. خاص الدار اللي تقاتل معاه 6 شهور وهي هزه الولد في كرشي يلاه سارحه دوك في سارحه بارغه باش تعيش، راه كيشري ليه عامل المواقز دابا حاليا اغلبيتهم عندو اغلبيتهم كيوكلوا. اغلبيتهم كيوكلوا دابا. كيفاش الاغلبيه ديالو كيشري العلف باش يعلف النعجه. اغلبيه الناس 90% كتشري العلف من السوق وتعطيه للبهايم، تعطيه النعجه ولا الخروف ولا باش تهز الولد 6 شهور في كرشه باش ولا البقار ولا الغلم. 90% الناس اللي كتعلف علف صحيح. والله ما غالي عليه، حوالي ب 5000 درهم من العام والله ما غالي عليه. هذاك اللي كيقول انا ما عندي باش نعقد يمشي يخدم على راسو، تيتسنى الدوله تعطيك الدعم، انت اش بغات تعطيك الدوله؟ تسير تخدم على راسك، تضل راقد وتبات راقد لحق العيد. غالي عليا، تسير تخدم على راسك، تجري على راسك كل راجل وسط الرجاله. وشري حولي تحاولي لولادك وكون تتسنى واحد ولكن هو راه كيقول لك غالي وما غاليش. راه قال لي ما خدامش فنيان. فهمت؟ فنيان ما خدامش. كون خدام فاش تجي 5000 درهم في العام؟ فاش تجي ولا 4000 درهم ولا 3000 درهم فاش تجي؟ وقا يتسنى في الصداقه تيعطي والي وتصير تخدم. راه شوف راه اللحيه ما تهز اللحيه غير القبر. كنقول لك انا هاد الكلمه المعنى ديالها راجل ما يهز الراجل غير يديه يدفنو. اما ما نهزكش انا نعطيك حولي وغدا، انا عطيتك حولي عجبتي بيه وفوت العيد اش غادي دير؟ تمشي تخون؟ تسير تخدم. راه البناي ما لاقينوش 100 درهم، منافري ما لاقينوش 100 درهم النهار. السبلاسوم جاب 3000 درهم للشهر. كاين خدام ما باغيش يخدموا، باغي لهم شي حاجه اللي بارده. والله ما عريتي على كتافك لا جدتي. انا نقول لك اي دومين مشيتي ليه. انا متفق معك، الانسان خاصو يمشي يخدم على راسه، ولكن هذيك 3000 درهم اللي كتهضر عليها انت ولا 4000 درهم راه ماشي هي اللي غتعيش الانسان. دابا انت بانت لك 5000 درهم في العام، ما بانش لك الدخول المدرسي شحال كيدي، ما بانش لك رمضان شحال تيدي، ما بانش لك الانسان الا مرض ليه وليد ولا بنيه ولا مرض هو ولا مولاة الدار ولا هذا، ما بانش لك الكرا اللي كيدي منه كيجر منه 1500 درهم، النص ديال هذيك 3000 درهم اللي هضرتي عليها انت كل شهر. راه الله يحسن العوان، 3000 و 4000 درهم صعيب الانسان باش يعيش في هذا الوقت، لان الغلاء ديال المعيشه هو اللي مأثر على داك الصالير اللي تيشد. راه 3000 درهم كانت كتقضي واحد الوقت، كانت تقضي في 2015 و2016 كنتي كتلقى دويره مثلا تسكن فيها ب 1000 درهم، 1000 درهم تقدك في المعيشه وليداتك، كنتي تدير 200 درهم للهري كتجيب لك التقضيه ديال شهر. اما دابا راه 600 700 درهم عند الهري الاسره صغيره ما تديش لهم حتى 20 يوم دغيا تقاضى. يعني المعيشه غلات، وهذا الشيء ديال العلف تا هو اللي زاد غلاه واللي زاد طلعوا حتى الزداقاده، وهي الشتاء ما بقاتش كطيح مؤخرا الشتاء، لانه كون كانت كطيح الشتاء يعني بالشكل الكافي الانسان كيكون عنده هو الفلاح ما كيضطرش انه يشري التبن يشري الفصه يشري كل شيء، كتلقى عنده الفوراج، كتلقى عنده التبن، كتلقى عنده الفصه، كتلقى عنده الذره، كتلقى عنده الشعير، يعني جهدو غادي يمشي يشري النخاله والشمندر. دابا الفلاح تيشري كل شيء. الحولي بشحال غيتقام الا وليتي كلشي كتشريه ليه؟ راه بحال النيت شريتي داك الحولي بحال مشيتي شريتي من شي فيترينا بحال سبرديله. على العموم اعطونا الراي ديالكم في هذا الشيء اللي قال هذا السيد، واعطونا الراي ديالكم في هذا الغلاء اللي كاين دابا حاليا حتى نتوما شاركوا معنا، والله يدير شي تاول ديال الخير لكل مسلم في هذه البلاد. السلام عليكم ورحمه الله.